حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. حبي نفسك. ايوه، زي ما سمعت كده لازم تحبي نفسك. هو ليه انتي مش بتحبي نفسك؟ ليه بتيجي على نفسك علشان ترضي غيرك؟ ليه تكملي مع حد متعدد الخيانة؟ ليه قابلة انك تكوني مع حد يؤذيكي؟ ليه منتظرة ان الاخر يتغير؟ ليه فاكرة ان الجدعان انك تشيلي الليلة لوحدك وهو ولا على باله؟ ليه صابرة على نكر الجميل؟ ليه لسه بتصدقي اللي مش بيوفي بوعوده ولا بيلتزم بكلامه؟ ليه تعيشي مع حد مؤذي قلبه كله سواد؟ ليه تقبلي الأذى النفسي والجسدي؟ ليه تقبلي انه يشوه صورتك؟ ليه تقبلي انك تكوني على الهامش او مش متشافة؟ ليه تقبلي انك تكوني ضحية ومش عايزة تطوري من نفسك ولا من قدراتك؟ ليه شايفة نفسك قليلة وضعيفة؟ ليه شايفة انك مش هتقدري تنجحي والخوف مسيطر عليكي؟ ليه شايفة انك لا تستحقي انك تكوني الافضل؟ ليه شايفة ان خلاص كبرتي ومفيش فايدة؟ لغاية امتى مكملة مع الشخص كل يوم في علاقة جديدة، كل يوم يمارس الخيانة؟ لغاية امتى دوري على اعذار للاخر علشان بتحبيه او خايفة من الانفصال؟ اسألي نفسك الكام سؤال دول وجاوبيني بصراحة. اغلب الاجابات حديثها السلبي لنفسك او الخوف او عدم التقدير والاحترام لذاتك. هو انت كده بتحبي نفسك ولا انت ظالمة لنفسك؟ اكيد ظالمة نفسك ومش بتحبيها. اكيد محتاجة تعملي تقييم للعلاقات اللي انت فيها. اكيد محتاجة تشوفي نفسك وترجعي تقدري ذاتك وتعملي حدود صحيحة لمن يتجاوزون معك. اكيد محتاجة انك ترفضي حاجات كتير مش متناسبة معاكي ولا مع مبادئك. اكيد محتاجة تطلعي الجمال اللي جواكي وتهتمي بنفسك. اكيد لما تعملي كده الصورة هتتغير وترجعي تحبي نفسك من جديد. مين هيشاركنا ويبدأ يعمل تقييم للعلاقات اللي هو فيها؟ مين هيبدأ يحب نفسه صح؟ ما تنتظريش ان حد يحبك قبل ما تحب نفسك. منتظرة مشاركتكم وتعليقاتكم عشان نبدأ. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير ومتابعة.